هو انت ماشي على علاج ومش شايف اي فرق؟ يبقى الحلقه دي بقى ليك. بتاخد دواك بس لسه بتلاقي السكر عالي؟ هنا بقى لازم تقف وتسال نفسك، هو العلاج فعلا شغال؟ هنا بقى في علامات هتقول لحضرتك لا ده العلاج مش شغال. اول حاجه ان سكرك الصايم دايما هتلاقيه معدي ال 130، وبعد الاكل هتلاقيه اكتر من 180، وكمان لسه بتحس بعطش وارهاق وبتدخل الحمام كتير. بص بقى، ممكن تكون الجرعه اللي انت بتاخدها مش كفايه، او الدواء اصلا ما يكونش مناسب لحالتك، وساعات كمان الجسم ممكن يكون بدأ يتعود، ومن هنا لازم يحصل التغيير. فالحل لازم تبدأه من دلوقتي. تحاليلك لازم تتعمل على الأقل كل 3 شهور، ولازم المتابعة الدورية مع الدكتور، وإياك تغير حاجة من نفسك. لازم هنفهم التعليمات دي ولازم نطبقها على قد ما نقدر، وخلي كل لحظة التزام هي هدف قدامك علشان صحتك. استنى بقى دكتور سكر في كل اللي جاي، وما تنساش تشوف حلقاتنا اللي فاتت.